مين افضل اللعيبه اللي اتعاملت معاها بأريحية؟ شميل بيكلي طبعا كابتن منتخب اثيوبيا، بحب جدا جدا، قريب قوي لقلبي عمرو طارق. بص، على مستوى الماديات في لعيبه كتير طبعا، عمرو طارق، كريم طارق، وعمرو كمان ده يعني انا بحبه جدا، اخويا يعني. بس شميل بيكلي على مدار 10 سنين مثلا، يعني مفيش حد اتعاملت معاه المده دي كلها. شميل بيكلي بجد مفيش حاجه نصيحه انا بقولها يراجعها ورايا، مستحيل. بلاش تعمل كذا، خلينا في كذا، مش عارف ايه، روح كذا، بلاش الدكتور ده، خلينا مع الدكتور ده، مش عارف اي، خلاص انت اللي سايق. هو كل قليلين جدا اللي بيعملوا كده، اللي هو بيهتم باللاعب بكل تفاصيله. انت بتعمل كده مع اللي بتحس ان هو بيسمع لك. انت النهارده لو معاك لعيب بتقول له بلاش كذا فبيعمله، بلاش كذا فبيعمله، خلينا في كذا ما بيعملوش، خلاص هتقول له ليه؟ ما هو انت اصلا مش هتحرق على الفاضي. انما الاجانب طبعا كان في كذا حد يعني كويسين، انا كنت بجيب اجانب كتير، فكان بيكلي بالذات ده حاجه مش هتتكرر يعني في الاحترام وفي الشياكه وفي الكوره وفي اللعيب في دوري كمحترف، حاجه رهيبه. بيكلي من اول 10 هدافين اجانب في تاريخ مصر، في الدوري، في تاريخ الدوري المصري. ولعيب ممتع يعني، لعيب ممتع قوي. كان كعبه عالي قوي على انديه الجماهيريه بالذات. هو كان بالمناسبه كان اول ماتش ليه كان ضد الاسماعيلي، انت عارف؟ ما انا عارف. كان كعبه عالي قوي عليه. كان لعيب كبير قوي بجد. بيكلي يعني كوره اتلزق في رجليه، كان ناقصه حاجه واحده، انه يلعب اهلي او زمالك. كانت هتحصل بالمناسبه يعني، احنا ماضينا في الاهلي.